أهلا بيكم معانا النهاردة في استكشاف جديد لموضوع بصراحة مثير للجدل شوية. هنتكلم عن فيلم الليمبي أيوة، فيلم 2002 الشهير. في معلومة كده دايما بتتقال إنه باع 7 مليون تذكرة. الرقم ده يعني كبير قوي. فإحنا النهاردة هنحاول نشوف سوا إيه هي حقيقة الرقم ده بناء على المصادر والأرقام اللي قدامنا. لأنه لو 7 مليون ده بجد يبقى الفيلم ده عمل حاجة ما كانتش ولا لسه حصلت في تاريخ السينما المصرية تقريبا. الموضوع فعلا يستاهل ندور وراه. خلينا نبدأ كده ونشوف. فعلا، رقم ده بالذات دايما بيتكرر. طيب، عشان نبدأ صح لازم نرجع للأرقام الرسمية اللي اتعلنت وقتها، يعني الصحافة وقتها وتقارير التوزيع وكده اللي المصادر بتشير ليها. كانت بتقول إن إجمالي الإيرادات كان حوالي 21 مليون جنيه مصري. 21 مليون جنيه ده في 2002، ده رقم مهول لوحده أصلا. كان يعتبر وقتها فعلا أعلى إيراد لفيلم مصري. بس يعني السؤال هنا، الأرقام الرسمية دي كانت دقيقة 100% وقتها؟ نقدر نعتمد عليها تماما؟ سؤال مهم. هو بصراحة الدقة المطلقة ممكن تختلف شوية طبعا من مصدر للتاني أو طريقة الحساب وكده. بس ال21 مليون ده كان الرقم اللي خلينا نقول الكل كان بيتكلم عنه ومتفق عليه كرقم رسمي وشعبي للنجاح الكبير ده. وده الأساس اللي ممكن نبني عليه حساباتنا لعدد التذاكر. عشان نعمل كده بقى لازم نشوف متوسط سعر التذكرة كان كام وقتها. سنة 2002 السعر ما كانش واحد طبعا. المصادر بتقول إنه كان ممكن يبقى 5 جنيه مثلا في السينمات الشعبية أو الدرجة التانية، وكان ممكن يوصل ل10 جنيه ويمكن أكتر شوية في السينمات الجديدة بقى والمولات في القاهرة واسكندرية. يعني فرق كبير بين 5 و10. طب المتوسط نحسبه إزاي؟ يعني نميل أكتر للسعر القليل عشان الفيلم كان شعبي قوي والناس ممكن راحت السينمات الأرخص أكتر؟ ده احتمال طبعا، بس الفيلم نجح في كل حتة بصراحة. عشان كده يعني لو قلنا متوسط 7 جنيه للتذكرة، ده يبدو تقدير يعني معقول إلى حد كبير، بيوازن بين ده وده. ممكن يبقى 6.5، ممكن 7.5، بس 7 جنيه كرقم متوسط كويس نبدأ بيه الحساب. طيب، نيجي بقى للحسبة السهلة. لو قسمنا الإيرادات اللي هي 21 مليون جنيه على متوسط السعر اللي هو 7 جنيه، النتيجة هتكون كام؟ حوالي 3 مليون تذكرة. 3 مليون؟ هنا بقى الفرق يبان قوي. كنا بنتكلم في 7 مليون والحسابات بتقول حوالي 3 مليون بس. ده أقل من نص الرقم اللي بيتقال. ده كده يخلينا نشك جدا في حكاية ال7 مليون دي. بالظبط كده. عشان الفيلم يكون باع فعلا 7 مليون تذكرة ومتوسط السعر 7 جنيه زي ما افترضنا، يبقى الإيرادات كانت المفروض توصل لكام؟ 7 مليون في 7 جنيه يعني 49 مليون جنيه مصري. 49 مليون. أيوة، والرقم ده يعني بعيد قوي قوي عن ال 21 مليون اللي كانت معلنة والناس كلها عارفاها وقتها. الفرق كبير جدا بصراحة. صعب نقول إنه مجرد خطأ بسيط في حساب متوسط سعر التذكرة. يبقى كده يعني الاستنتاج المنطقي من تحليل الأرقام دي اللي في مصادرنا إن رقم 7 مليون تذكرة ده غالباً مبالغ فيه جداً. يمكن يكون بقى أسطورة شعبية كده أكتر منه حقيقة إحصائية دقيقة. ده الأرجح فعلا. الرقم الحقيقي غالبا زي ما قلنا يتراوح بين، خلينا نقول، 2.8 مليون و3.2 مليون تذكرة، حسب بقى السعر المتوسط كان كام بالظبط وتوزيع المبيعات كان ازاي. بس الأهم من الرقم بالملي هو إننا نفهم حجم الإنجاز الحقيقي اللي حصل. وده كلام سليم جداً. يعني حتى لو الرقم طلع بس حوالي 3 مليون تذكرة، ده في حد ذاته يعتبر إنجاز ضخم جداً سنة 2002. ما كانش فيه أفلام كتير بتعمل الأرقام دي. والرقم ده لوحده يفسر ليه اللمبي كان ظاهرة زي ما بتقول المصادر، وليه محمد سعد بقى نجم كبير بعده، وليه الفيلم أثر قوي في شكل الكوميديا وقتها. تماما. يعني مش معنى إننا بنقول رقم 7 مليون مش دقيق إننا بنقلل من نجاح الفيلم خالص، لا طبعا. 3 مليون تذكرة ده كان رقم كافي جدا إنه يخليه حديث البلد كلها، ويرسخ شخصية اللمبي دي في دماغ الناس، ويغير شكل السوق فعلا. النجاح كان حقيقي ومرعب بالأرقام الواقعية بتاعته. تمام. يبقى خلاصة الكلام النهاردة، فيلم اللمبي كان ظاهرة سينمائية فعلا، نجاح جماهيري كاسح وإيرادات قياسية بوقتها. عدد التذاكر الحقيقي الأقرب للواقع هو حوالي 3 مليون تذكرة، وده رقم عظيم جدا بيخليه من أنجح الأفلام المصرية في الفترة دي.
أما حكاية ال7 مليون تذكرة دي شكلها كده أقرب للمبالغات والأساطير اللي ساعات بتحصل حوالين الحاجات اللي بنحبها وبتنجح قوي. وده ممكن يودينا لنقطة أخيرة كده نفكر فيها سوا. ليه دايما في ميل يعني في الذاكرة بتاعتنا كلنا إننا نضخم أرقام نجاح الأعمال الفنية اللي بنحبها قوي أو اللي بتعمل ضجة؟ هل ده عشان بنبقى فخورين بيها؟ ولا يمكن عشان تأثيرها الثقافي بيبقى كبير لدرجة إننا بنحس إنها أكبر من أرقامها؟ ممكن الطريقة اللي بنفتكر بيها وبنحكي بيها قصص النجاح دي بتقول حاجة عن علاقتنا إحنا نفسنا بالأعمال دي، نقطة تستحق التفكير فعلا.